الناس اللي مش قادرة تستوعب ان عمق دكتنا راح في داهية وبتقولك عاوز ايه تاني اكتر من اللي موجودين. انا عاوزك تتخيل معايا ان من موسم او موسمين فاتوا بس دي كانت دكتي يا معلم، باستثناء سعود طبعا اللي كان اساسي اصلا قبل ما يجي كانسيلو. يا عزيزي لازم تحط في عين الاعتبار ان عنصر اساسي من نجاح اي فريق هي دكته، وانا كان عندي فريق تاني بره الملعب، وبكلمك في محليين بس مش اجانب، لان النهارده في اجنبي او اتنين مش فاهم اصلا سبب وجودهم في الفرقه ايه. النهارده بقى مين مكان ياسر؟ متعب الحربي ليه مباريات كبيره طبعا ما انكرناش ده، لكن ياسر بعيد. مين مكان البريك حاليا؟ حمد اليامي. حمد لاعب كبير لكن البريك حرام تفرط فيه يا راجل. وبديل العويس السعودي حاليا عندك مين؟ الربيعي اللي كان من موسم فات بس حارس ثالث او رابع عندك في الدكه. مصعب الجوير خرج من عندك عشان عاوز يلعب اساسي، حقه، لكن كان موهبه شابه بينزل يديك الحلول من على الدكه. حاليا ما عندناش غير موهبه مدفونه تتمثل في محمد القحطاني يا راجل. سلمان مشي وحاليا ما عندكش حلول من على الدكه. الخط الوسط غير كنو والباقي وهميين. فاتمنى تكون الصوره وضحت لك بشكل كامل وتفهم الشكل اللي كنا عليه واللي بقينا فيه.